عادي يا سيب الزغاليل بتاعتي في موسم التماسي ولا لا؟ لو المنطقة عندك ماشية اصول سيبهم، ولو مش ماشية اصول خليهم يجروا عصار احسن. احلى واجمل مسا عليكم يا رجاله، اخواتنا وحبايبنا، اجدع غواي واجدع نشيشه. وهنبداوا الفيديو بالصلاه على حضره جمال النبي كالعاده، عشان احنا ملوك السعاده. داخل لي اخ كويس يا رجاله بيسالني بيقول لي عادي اسيب الزغاليل في موسم التماسي ولا لا؟ طبعا زي ما كلنا عارفين كنشيشه وكغواي حمام، الزغلول ما يطلعش في فتره التماسي خالص، ما يطلعش في فتره التماسي. ليه يا عم ما يطلعش في فتره التماسي؟ الزغلول بيبقى ليه شهور معينه يجري فيها، والحمام الكبير بيبقى ليه شهور معينه بيتفتح عليه فيها. الفترة اللي بيبقى الزغلول بيجري فيها بيبقى حمام التماسي ده مقفول عليه فيها. زي ما كلنا عارفين في جو حر وجو شتاء، الجو الحر بيبقى للزغلول، والجو الشتاء بيبقى بتاع الدكورة بتاعت الضلمة. تمام؟ الزغاليل اللي انت بتقول عليها دي حبيب قلبي، دي انت هتجريها وهتأسسها وهتعمل معاها الصح من صغرها، وهتديها حقها تالت ومتلت، تالت ومتلت. لو انت الشغلة جاية معاك وعايز تخش موسم تماسي، اول لما الزغاليل هيجي عليهم صمة وعديلة هتبدأ تخلف الميعاد بتاعهم. لو انت كنت بتفتحهم الصبح او العصر، هتبدأ اللي انت تأخر ميعادهم وتفتحهم اخر اليوم للحفاظ على الزغاليل، مثلا من انهم يتقالوا او اي ضرر يصيبهم. تمام؟ الفترة الزمنية اللي انا بقول لك عليها بقى بتاعت تغيير الميعاد، هتطلع تفتح عليهم كل يوم اخر اليوم. تمام؟ بص يا باشا، في طريحة هنا اهي، الطريحة ديت معلش مش واضحة، دول عليهم صمة وعديلة، عليهم صمة وعديلة. دول احنا سردنا منهم النت، ودول لسه هنشوفوا اخبار النش عندنا في المنطقة السنة دي هيكون ماشي ازاي. دول بينزلوا الغية دلوقتي بعد اذان المغرب بحبة. يعني احنا دلوقتي عملنا معاهم جزء من تقفيل ضرايبهم، يعني مش لسه هنستنى لما يخلصوا عشان لسه نقفلوا لهم ضرايبهم. لا، احنا ضربنا عصفورين بحجر، بقينا نفتحوهم اخر اليوم نهووهم ونسيبوهم براحتهم. هما بيطلعوا يتعلقوا في كبد السما، واول لما الدنيا بتبدأ تليل عليهم بيبدأوا ينزلوا يعملوا دورة صغيرة ويبدأوا يحطوا. لكن الدكورة الكبيرة بتاعت التماسي اللي انصحك بيه حبيب قلبي ما تخشش بيهم موسم تماسي. موسم التماسي معروف للحمام الكبير اللي هو من عمر سنتين، ممكن تجري بيهم عصاري وتأسسهم صح، والسنة اللي بعديها تخش بيهم موسم تماسي. اجدع واحلى واجمل مسا عليكم يا رجاله، اخواتنا وحبايبنا، اجدع غواي واجدع نشيشه، ولايك وشير وكله في الخير، وعلى الله ان شاء الله.